الله أكبر. وإحسان ومودة وإخاء بين المسلمين يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وله يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعائر الدين الظاهر أيها المسلمون. نعم أيها المسلمون، يجب علينا أن ندرك أحكام صلاة العيدين ثم ما في عيد الأضحى من ذبيحة وأحكامها، وهذا من النسك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما عن صلاة العيدين ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، يوجب على العباد إلا 5 صلوات في يوم وليلة، فينبغي على المسلم أن يحرص على حضورهما وشهودهما. أيها المسلم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقيل يسن لبس البيض من الثياب الجمعة ولو كان أخر، ويسن لبس أحسن ثياب العين ولو كان عمر، وجد حلة في السوق من استبرق تباع فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعين وللوفود. وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله، وكانت له بردة حمراء يلبسها يوم العيد. أما على ذلك الأكل في العيدين أيها الأحباب في عيد الفطر ألا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل ثمرات دعوة المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سعيد غفر الله لنا ولكم أجمعين إلى آخر الألفاظ والعبارات المطلوبة التي تدل على الفرح والسرور والمصالحة والوئام. وهكذا أيها الإخوة الكرام نكون بهذا قد أدينا شعيرة من شعائر الله، ووفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرشاء البين حلمها، والكسيرة التي لا تنفع. أيها الإخوة الملزمين بذبيحة العيد، اتقوا الله في هذه البهائم، ثم نعم في هذه البهائم، فإذا أراد أحدكم أن يذبح فليرح ذبيحته وليحد شفرته ويكبر ويسمي ويستقبل القبلة ولا يقطع منها شيء حتى تموت. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم تقبل منا نسكنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائر الله. اللهم واجعل هذا العيد المبارك عيدا سعيدا على كل شعوب المسلمين. اللهم احفظ حجاجنا الميامين واجعل عودتهم الى اوطانهم عوده ميمونه وحج متقبل مبرور. اللهم واصل الامن في بلاد المسلمين. اللهم وفق هذا البلد الذي وقعت فيه اقدامنا، واحفظ شعبه من كل غرور وغفله والنساء. اللهم واملأ صدورهم انشراحا، وفرج اللهم عن اسراهم، وارحم موتاهم. عباد الله، انكم في يوم من ايام الله العظمى، فوسعوا فيها على عيالكم، وتقبل الله منا ومنكم عيدكم سعيد. كل عام وانتم بخير وبألف خير، والسلام عليكم.
واش تقولنا بالمناسبة تاع العيد؟ ربي يقبل الصيام وربي يقبل العيد وربي يحفظنا ويسترنا ويحرف علينا كل مصيبة إن شاء الله، والله يرحم اللي راه داروا هذا الصنعة وين راه، وربي يستركم وربي يفضحكم ويعيدكم مبروك. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. بالمناسبة العظيمة أتقدم بالتهاني الخالصة إلى الشعب الجزائري كاملا وإلى جميع الأمة الإسلامية، ونتمنى لهم يكون عيد مبارك سعيد، ونتمنى كذلك أزف تحية العيد المبارك إلى الشعب الفلسطيني. نتمنى نسأل الله أن يفك أسره وإلى أن يرفع هذه الفتن من الدول الإسلامية وخاصة اليمن والعراق وجميع الدول الإسلامية وسوريا وكذلك كل الشعوب الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا كلمة بالمناسبة. ربي يتقبل إن شاء الله، وربي يحط الأمن والطمأنينة على بلادنا، وربي إن شاء الله يجيبها في المصلح ويتقبل إن شاء الله من حجاجنا ومن الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. حاج عيدكم مبارك. شكرا بارك الله فيك. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وطيع والديك، ربي يهديك ربي يوفقك. امين امين رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. العيد واش تقولنا؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، الله يعيدوا علينا بالصحة والهنا، والسلام عليكم. شكرا. أهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بهذا العيد المبارك، كل عام وأنتم بخير. شكرا. صلى على النبي. وهني الشعب بسم الله الرحمن الرحيم، وهني الشعب الجزائري بالعيد المبروك، عيد سعيد، وربي يجمل الشمل ان شاء الله بين الناس، وربي يرحم المسلمين ويغفر للمسلمين ان شاء الله. امين. حاج ما عيطش عليك، قلت لي ما عيطش عليك. ما عيطش عليا، دير له برص. صحيح سجل. تقول واش تقول؟ عيدك مبروك. مبروك خلاص. العيد مبارك. صح. الجزائري وظيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، العلم زرع. إن شاء الله. تفضل واش تقولوا الحاج؟ نعم. تفضلوا واش باغي تقولوا؟ دعوة بالخير. دعوة بالخير وعيدوا علينا بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. الصحة والهنا إن شاء الله. آمين. ربي يفتح لك الباب إن شاء الله. إن شاء الله. يجعلكم بركة في وليداتكم، صحيحكم إن شاء الله، وكل ما تكسبوا بها النبي. آمين. وربي يحفظ الجزائريين المخلصين. آمين. وتهلاو الشيوخ راهم عاد يموتوا. بعد لا سيدي. حبس. بعد عمر طويل وأعمال صالح إن شاء الله. آمين. هيا صح. السلام عليكم. صحة عيدكم إن شاء الله كل عام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم باسم عبارات التهنئة والتبريكات لجميع الأمة الإسلامية وخاصة أمتنا في بريات. عيدكم مبارك سعيد، ونتمنى إن شاء الله الهناء والدوام والصحة لكل أهل الساكنة، وعيدكم مبارك سعيد. بارك الله فيك الشيخ. شكرا.